ازيكم يا بنات يا حبايب قلب ماما جميل الجميل لذيذ لذوذ حبيبي حبوره خفيفه خفوفه. طبعا نظرا لان كاريري الاعلامي ممكن يتدمر لو عملت فيديو بحط فيه ميك اب وبتاع، وبعدين بتكسف يعني بصراحه. فانا حاولت الاقي طريقه تانية كده وان شاء الله هتفهمكم برضو هتبقى واضحه. الولاد يقفلوا من فضلكم. من فضلك اقفل، ايه رايك؟ ده للبنات. وتحية بجد البنات صفحتي، بموت فيهم بيحسسوني ان انا دادا فهيمة بتاعتهم. ده الفاونديشن، اوكي. هو ايسانس بيبقى ناتشرال جدا، خفيف، انا بحبه. ولما بنجيب فاونديشن بنجيب يا اما لون بشرتنا يا اما اغمق درجة، ما نجيبش الافتح. وده لما تيجي تحطي، شايفة النقط البيضة دي؟ بنحط فاونديشن درجة فاتحة، وبعدين تكملي بفاونديشن اغمق في بقية الوش، عشان ده بيبرز عظم الوش كده وبيخلي شيب الوش احلى. الكونتورنج يعني، بس ما تافوريش في الكونتورنج عشان بتبقي شبه الاخت دي كده، بصي يعني. ده مش كونتور، ده عبد الصبور، سوري على القلشة، سوري، انا اسفه انا اسفه. الايلاينر، تمام. بصي ده الايلاينر اللي بيضايقنا كلنا، اسمه الايلاينر المعوق. بصي معوق ازاي؟ اسمه المعوق، شايفه الاعاقه؟ هقول لكم بقى كذا طريقه عشان نتغلب على اعاقه الايلاينر دي. تمام، في كذا طريقه. الايلاينر بتاعي ليه اسود كده؟ عشان انا بستخدم الباودر ده، اسود جدا. واهم حاجه الفرشه، بصي الفرشه عامله ازاي، انجلد. و... والجel ايلاينر ده برضو، اللي هو الجل ده بيبقى اسود جدا برضو، بس الباودر بيثبت اكتر. ازاي بقى تظبطي الوينج الوينج اللي بره ده؟ دي التكايه بقى، ده السر الفظيع. تشدي العين كده من فوق عشان السحبه تطلع لفوق، وبنبدأ من بره لجوه. اعملي السحبه الاول، دي طريقه من الطرق. تعملي السحبه الاول وبعدين تخشي على جوه. هي دي السحبة اللي البنات سألوني عنها في الكومنتات. اما بالنسبة للولد اللي سألني على سحبة مايكل، فاسفة مش هقدر افيدك بجد، سامحني سامحني. في سر برضو فظيع فظيع جدا، انا مش دايما بحط ايلاينر. انا بحط الوينج اللي بره بس، بعمل السحبة دي بس، ما بعملش ايلاينر عشان الماسكارا تبان. وفي طريقة تانية برضو، ممكن تنقطي كده نقط فوق رمش فوق خط الرموش وتوصليهم ببعض. ودي طريقة تانية برضو لو انتي حولة جدا بقى ما بتعرفيش ترسمي، دي برضو ممكن تساعدك. اما بقى الطريقة دي ما بتعملش اي حاجة في الدنيا غير ان هي بتشلك رموشك وحواجبك، فبلاش الطريقة دي. مش لازم يا حبيبة قلبي، ليه مش لازم؟ ما تنزليش. الحواجب، الحواجب بلاش نخليها سودة جدا. والحواجب ما ترسميش، احنا مش بنرسم، انتي املي الفراغات بس. وبنفس الايلاينر الباودر، بس خدي اللون البني وحطي عليه يعني شويه اسود، ما يبقاش كله اسود لانك بتبقي شبه رويلا دارفيل. بصي، رويلا بعثت من جديد في الشارع. بلاش يبقى الحاجب اسود كده، اوكي. نيجي للبلاشر. دي حركة يعني عشان البلاشر يطلع مظبوط، بدل ما بتكوريه كده يبقى شبه الكورة في الخد، تبقي شبه مين؟ انابل. بصي اهي، اهي نسخة الخالق الناطق. وزعيه كده على عظمة الخد. اما بالنسبة للروج، دي درجة 503، بحطها على اي لون بتطفيه كده وتهديه شوية ما يبقاش فاقع. الماسكارا بقى، دي احسن ماسكارا انا جربتها، بس مش دي اللي بحطها دايما يعني، دي للمناسبات. يعني لو بابا وارث هاتيها يعني، دي لما بابا يورث، دي معروفة الماسكارا دي، اوكي. تب كويسة جدا للماسكارا، تحطي من فوق، اوكي، وبعد ما تحطي من فوق ومن تحت، تمام. وبعد ما تنشف تحطي سكند كوت، تحطي عليها تاني، بعد ما تنشف تحطي لاير تانية من الماسكارا. شايفة بقى البتاع دي؟ يعني ولا ليها اي لازمة ولا تجيبيها دي، اجليها لما بابا يورث برضو، ايه ده؟ بس انا كده خلصت. طلبتوا ايلاينر، قلت لكم الميك اب كله، والله ما بخلت يعني. وشايفه كل اللي انا قلته لك ده ولا تعملي منه اي حاجه، لانه ملوش اي لازمه، وهتنزلي في الحر وهيسيح. سلام عليكم. لو عجبك الفيديو سبسكرايب من هنا، سبسكرايب، شوفوا بقيه الفيديوهات، ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم او اي افكار لفيديوهات تانية.